يومكم جميل. النهاردة هنتكلم عن الصور اللي موجودة في خيالنا. لما سألتكم عن الأم المثالية أغلبكم رسم صورة كده للأم الهادية اللي مش بتزعق أبدا، اللي واقفة في المطبخ مبتسمة وأطفالها حواليها كده هادين، أو أم بتلعب وبتعمل أنشطة طول الوقت مع ولادها وبتلعب معاهم، وكأن بمجرد ما بقيتي أم بقى عندك طاقة ما بتخلص، وكأن الأمومة دي فيها options زيادة عن البني آدمين. عايزة أقولك إن الصورة دي عبارة عن لوحة ثابتة جوه دماغك، لكن الأمومة مختلفة شوية. الأمومة حياة متحركة. الفرق ما بينهم هو اللي بيخلق جلد الذات. احنا بنجلد نفسنا لأننا بنقارن الكواليس بتاعتنا بشاشة عرض شفناها عند حد تاني، أو صورة خيالية ملهاش وجود. مفيش أم في الدنيا بتفضل هادية ومبتسمة 24 ساعة وهي واقفة في المطبخ وسط دوشة رمضان، وفوق ده كله كمان صايمة ومرهقة وتعبانة. الهدوء مش إنك ما تزعقيش أبدا، الهدوء هو إنك تكوني حقيقية. لما تتضايقي أو تتعبي تعرفي بجد إمتى طاقتك خلصت. ده مش معناه إن انتي بوظتي الصورة اللي في دماغك، ده معناه إنك بني آدمة إنسانة وليها طاقة. الصور اللي خيالنا صورها لنا دي عبارة عن قصص قصيرة، لكن احنا يومنا هو الرواية الحقيقية الكاملة، فيها ضحك، فيها لعب، فيها زهق، وفيها مواعين ما بتخلص. في أم بتتضايق لأنها مش بتعمل أنشطة أو بتلعب مع ولادها زي ما هي بتشوف أو بتقرأ على السوشيال ميديا، وبتحس كده إن علاقتها بأولادها بقت ضعيفة. أنا عايزة أقولك إن حضن واحد بس وانتي رايقة، أو ضحكة بجد من قلبك على موقف تافه حصل ما بينكم، قيمته عند أولادك أكبر بكتير من ساعة نشاط أو لعب وانتي ضغط على أعصابك عشان تطلعي نفسك بصورة مثالية. عايزة أقولك إن الأمومة مش لعب ولا أنشطة ولا شوية مهام بتخلصيها كل يوم. الأمومة حضور. قد إيه انتي قادرة تكوني موجودة بقلبك وروحك في اللحظة اللي بتجمعك بيهم. والسر اللي عايزة أطمنك بيه إن مفيش أم بتجلد نفسها بتعرف تكون حاضرة، لأن جلد الذات بياخدك لمكان بعيد عنهم. فكل ما بترحمي نفسك وبتسمحي لروحك تكون حاضرة أكتر في حياتهم، كل ما بتقدري تكوني مرتاحة أكتر. بدل ما تحاولي تكوني الأم اللي بتصبر على كل الغلطات، حاولي تكوني الأم اللي بتعرف تعتذر لما تغلط. ده درس أهم وأعظم بكتير لولادنا. الصور اللي في دماغك عن الأم بتفضل تجلدك وبتسحب طاقتك وبتحسسك بالتقصير. اكسريها واستبدليها بأم حقيقية بتتعب، تفرح، تغلط، بتحاول مرة كمان، بتحاول بصدق. والصدق ده هو اللي ولادك محتاجينه بجد. أول ما تحسي ان انتي مش أم مثالية شبه الصورة اللي في دماغك، أو تحسي ان انتي قصرتي في مهمة معينة كان نفسك تعمليها، وقفي سيل الأفكار دي وهتقولي لنفسك الجملة دي، وده هيكون تمريننا النهاردة. هتقولي لنفسك أنا مش صورة، أنا إنسانة وليا طاقة، أنا أم حقيقية وده كفاية جدا. أنا أحسن أم ممكنة لأولادي، ومحدش في الكون ده كله هيقدر يكون مكاني. كرريها كمان لحد ما تحسي إن كتافك نزلت وارتاحت، لأن دي الحقيقة اللي ولادك شايفينها حتى لو انتي مش شايفاها دلوقتي. وعايزة أسألكم سؤال قبل ما ننهي النهاردة، ايه أكتر جملة فيها تضحية سمعتيها عن الأمومة في مجتمعنا بتحسسك كده ان راحتك او اهتمامك بنفسك ده انانية؟ زي مثلا الام شمعة، او الام بتنسى نفسها اول ما بيكون عندها اولاد عشان عيالها. شاركوني كده الجمل اللي بترن دايما في ودانكم، وبكرة هنعرف ازاي نتكلم عن الجمل دي او نرد عليها بشكل مختلف. سلام.